السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير، احلى ناس الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل اسرع واحلى اكلة ممكن تعمليها في 10 دقايق وانت واقفة، من غير ما تتعبي ولا تعملي اي حاجة. هتجهزيها على طول وتدخليها في الفرن، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول بسم الله كده. معايا مجموعة هنا من الخضار، ايا كان بقى عندك في التلاجة، مثلا بطاطس، جزر، اي حاجة عايزة تعمليها اعمليها. زي ما انت شفتي كده، بطاطس وجزر وطماطم وفلفل الوان وبصل. عايزة فلفل اخضر حامي، عايزة فلفل اخضر رومي، براحتك. انا الخضار اللي كان عندي موجود في التلاجة حطيته. دي احسن حاجة طبعا في الوصفة بتاعتنا النهاردة، اللي انتي ما بتشيليش هم حاجة. عندي كام فص توم كده برضو عشان الريحة، برضو مفيش مشكلة ضفتهم. عندي هنا مرقة دجاج، وعندي ورق لوري وملح، وعندي 7 بهارات، وعندي فلفل اسود وروزميري. حابة تحطيه براحتك، مش حابة بلاش. عندك زعتر، ماشي تمام. وعندي هنا بقى قطع اللحمة، كمية اللحمة اللي عندك او اللي انت عايز تحطيها في الوصفة دي حطيها. تمام. اللحمة مغسولة ومتصفية زي ما انت شايفة. طبعا عقبال ما جهزت الوصفة بتاعتي كانت نزلت سوائل تاني، مفيش مشكله خالص. زي ما انت شايفه كده، انا حطيت كل التوابل بالشكل ده كده، وحطيت اللحمه، وواقفه كده في 10 دقايق هتلاقي نفسك خلصتي الكميه اللي انت بتعمليها كلها. لو انت عازمه حد ولا جايلك ضيوف او جايه من شغلك متاخره مثلا، او مش عارفه تعملي في ايه، واخر وقت فكري في الاكله دي، هتنفع يعني هتنفع تعمليها، مش هتاخد وقت معاكي خالص. تمام. زي ما انت كده شفتي، احنا ما عملناش حاجه غير ما قطعنا الخضار بس، وكنا مجهزين اللحمه معانا، والتوابل في ثانيه كده اتقلبت في الطبق، وحطيت كله على بعضه كده في كيس الحراري. عملت الوصفه دي معاكم قبل كده في ورقه اللحمه اللي عملناها في الصينيه، وكنا حاطين ورق الومنيوم وورق زبده، وكنا برضو مظبطين الوصفه، وكانت عجباكم، وجالي تعليقات كتير عليها. النهارده بنعملها في كيس حراري، وطبعا ده اسهل واسهل. لو ما عندكيش ورق لوري، سوري، ما عندكيش ورق الومنيوم ولا ورق زبده، هتجيبي اكياس حراريه كده من عند بتاع الاكياس. والكيس الكبير ده، المقاس الكبير اللي انا عامله فيه ده، في علبه كده فيها 3 اكياس، مش غاليين زي ما انت شايفه كده. وفي علبه تانية بتاخد طبعا حسب حجم الكميه اللي عندك، بتتباع 5 اكياس. لو جبتيها هتفضل معاكي، هتقعد معاكي مده طويله. حطيت الصينيه في الفرن، وطبعا ما كنتش ضايفه اي ميه خالص. وحطيتها لمده ساعه وربع كده، وبعد كده طلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ولا شغلت شوايه ولا شغلت مثلا حاجه حمرت الوش. زي ما انتوا شايفين كده، الكيس الحراري هو بيحمر الوش يعني والخضار اللي جوه او اللحمه. تمام. لو انت حابه مثلا تخلي الخضار ياخد وش معاكي قوي، او تنشفيه قوي عن كده، حطيه تحت الشوايه 5 دقايق بس، هتلاقيه نشف معاكي. بس انا عايزاه الخضار طري واحس بيه كده، ما يبقاش مهري او ناشف. الخضار عندي جوسي كده من جوه، مش ناشف ولا حاجه. بصوا اللحمه عامله ازاي، اكنك بصي حطاها بقالها كام ساعه، وهي كلها ساعه بس اللي اتحط فيها. بصوا الشكل عامل ازاي. فتحت الكيس الحراري وكده، وفضيت الخضار معايا مش مهري ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين، ومش ناشف كمان. منزل العصاره بتاعه اللحمه، والخضار كمان منزل ميته. عايزه اقولك الطعم الجوس اللي نازل منه ده طعم خطير، احسن كمان من الخضار كمان. بصوا، طبعا اللي نازل ده كمان عصارة اللحمة وعصارة الخضار. تخيلي انت بقى الطعم عامل ازاي، والريحة كمان عاملة ازاي. يعني انا هسيبكم تجربوا الوصفة وتشوفوا كده، وتقولوا لي الطريقة هتعجبكم ولا لا، واكتبوا لي في الكومنتات لو عجبتك الوصفة. ما تنسيش اللايك والاشتراك. زي ما انت شايفة كده، اللحمة دايبة خالص. طبعا ما ينفعش، مش هقدر امسكها بايديا، سخنة قوي، و هتعترك بالسكينة في ثانية، مهرية خالص. وقلنا قبل كده الكيس الحراري ده بيقوم بحلة الضغط. زي ما بتجيبي كده حلة ضغط وتحطي فيها اللحمة، تقعد ربع ساعة او نص ساعة وتستوي، هو ده نفس الحكاية بالظبط. بتعملي اي وصفة اكل، سواء فراخ او لحمة او كوارع، حمام، ممبار، اي نوع لحمة بتتأخر في السوى وعايزاها تاخد سوى، يعني تستوي بسرعة وتطلع لك حلوة، وزي ما انتم شايفين كده،
هتحطي في الكيس الحراري يعني ما تشيليش هم اي حاجه خالص. هو زي حله الضغط بالظبط، بيشيل زي ما بنعمل حله الضغط بالظبط. طبعا حله الضغط غاليه طبعا، محدش بيجيبها دلوقتي. الكيس الحراري مش هيجي العلبه نفسها بتبقى زي ما قلتلك فيها 5 اكياس ب10 جنيه، مش غاليه ولا حاجه، وبيقعد معاكي وقت كبير. طبعا مش كل يوم هتستخدمي الكيس الحراري. زي ما انتم شايفين اللحمه عامله ازاي، مش ناشفه وفي نفس الوقت طريه كده، جوسي من جوه، ومحافظه على العصاره بتاعتها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، سهل وبسيط جدا وسريع لاي ست بيت بتيجي من شغلها مستعجله وما عندهاش وقت تقف في المطبخ. هتعملي الوصفه دي وانتي يعني بصي سريعا كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.